هذا البرنامج يحتوي على بعض الألعاب الخطيرة والعنيفة، وينصح بعدم ممارستها إلا بعد الخضوع للتدريب تحت رعاية متخصصين. فكرة مزروعة في دماغي فاس إني مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إني مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. سألت واحد تعرف ايه عن الرياضة؟ قال لي الأهلي والزمالك، ولا انت فاكرني هندي؟ هي ناس كتيرة فاكرة ان مفيش رياضة غيرها، واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم الفكرة. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر او كنت زهقان مخنوق، شغال محرك طيارتك ويلا طير بشنور. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إني مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إني مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. مسكت المايك قلت أقدم برنامج للرياضة، أثبت فيه إن في بلدنا مليون رياضة. لو سنك كان صغير أو كنت راجل عجوز، وضرب عليك روكي everybody can choose. أصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبره مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة بانت، وأظن الفكرة وصلت مش زي ما كانت. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إني مفيش كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إني مفيش ملاك القاهرة كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إني مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إني مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إني مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على القفيش. اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم سبوت اون سبورت. حد فيكم يقدر يقطع 200 متر في 20 ثانيه؟ طيب حد يقدر فيكم يقطع 15 كيلو في 20 دقيقه؟ صعب صح؟ بس على ابطال رياضه النهارده مش صعب. When you were gone, I miss you so much. I got a thrill from your every touch. You run away with somebody else. I got a thrill from the moment we touch. سرعه الوصول للنهايه هو فكر رياضه النهارده، ورغم ان بقالها 20 سنه بس في مصر، لكن قدرت تحقق انتشار كبير جدا ما بين الولاد والبنات. Just for this lifetime, you can be my pastime. Here are the rules of our play. In it together till I know you better, darling. Darling, now what do you say?
عرفتوا هنتكلم عن ايه النهارده؟ لو ما عرفتوش كلامنا النهارده على الان لاين سبيد سلايدر او سباقات السرعه للباتيناج. سباقات السرعه بالباتيناج ليها اهتمام كبير في نادي الزهور، عشان كده حبيت ان انا اروح انا والكرو بتاعي ونتعرف ونشوف وصلوا لحد فين. Some days through my soul has left my body, feeling floating high above me, like I'm looking down upon me. Start sinking every time I get to thinking. It's easier to keep on moving, never stop to let the truth in. Sometimes I feel like it's all been done. Sometimes I feel like المنافسه في السبيد سكيت بتختلف على حسب المسافه، فلو خدنا على اساس المسافات القصيره فهنلاقي 100 و200 و300 و500 متر، ولو اخدنا على مستوى المسافات الطويله هنلاقي كيلو و5 و10 و21 و42 كيلو اللي بتحتاج مجهود كبير جدا. على المستوى المحلي السرعة ليها 3 مسابقات وهم الكاس والجمهورية ومنطقة القاهرة، وعلى المستوى الدولي في بطولات دولية وبطولة أفريقيا اللي مصر قدرت تحقق فيها مراكز متقدمة. السبيد إن لاين سكيت في مصر تابع للاتحاد المصري للانزلاق، ودولياً بيبقى تابع للFIRS اللي بيتبع له كل شيء ليه علاقة بالباتيناج أو بالسكيت. وعلى الرغم من تطور اللعبة بره وإن في دول كتيرة سبقانة، بس أنا مش شايف اللي هو كرأي، لا ده كالواقع اللي موجود ان احنا عندنا ماتيريال او خامه لعيبه هايله جدا تخلينا نقدر ننافس بره ونظهر بشكل لائق باسم مصر، ويبقى عندنا لعيبه محترفين ودوليين، بس هم اللي ناقصهم حاجه واحده بس، شويه دعم واهتمام. لسه مكملين كلامنا معاكم عن السبيد سكيت، وضيفتي هي مي عصام بتلعب تحت سن 19 بنات. ازيك يا مي؟ ازيك؟ ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. قولي لي ابتديتي السكيت ازاي؟ خاصة السبيد يعني. اخواتي كانوا بيلعبوا وهم صغيرين بس فهم ما كملوش. انا شديت للعبه وفضلت مصممه ان انا افضل فيها وكده. اها، ايه اللي شدك في السبيد؟ يعني ليه ما لعبتيش ارتستيك مثلا؟ لعبتي ارتستيك بس بتبقى محتاجه تمارين وقت اطول قوي. السرعه ما فيهاش تأييد، لكن الارتستيك تأييد اكتر، حركات معينه كده يعني، فما فيهاش تأييد خالص، حريه بس بتكنيك معين. وهي اصلا موضوع السرعه ده بيدي حريه للبني ادم، بيحسس الواحد ان هو يعني منطلق. ايوه بالظبط. قولي لي بقالك قد ايه بتلعبي كده؟ بقالي كده 10 سنين. 10 سنين ما شاء الله، بقالك فتره. العائد الايجابي اللي حسيتي بيه على نفسك
لما لعبت اللعبه دي؟ الناحيه الصحيه، الفكر، يعني كلميني على الحاجات دي. هي يعني كصحة نفس. يعني أنا لما ببطل مثلا بيحصل لي ظرف أو حاجة، أحس إن أنا مش قادرة أطلع السلم. لكن طول ما أنا بتدرب بلاقي مثلا صحابي مثلا أطلع السلم ألاقيهم بينهجوا، وأنا حتى أولاد كلهم وأنا بطلع كده انتوا مكسحين ولا إيه؟ بطلع مفيش أي مشكلة خالص. طب بمناسبه صحابك بقى، عارفين ايه عن السبيد؟ يعرفوا ان في سبيد في مصر؟ عارفين، في منهم اللي بيتريق ان هو فاكرين انتي باتيناج، انتي بتعملي ايه؟ انتي نازله تتفسحي ولا ايه؟ نازله تتزحلقي. كانوا ما يعرفوش ان في نفس، ما يعرفوش ان احنا ممكن نكون بنجري اكتر من اللي بيجروا في التراك. فبنبان ان احنا بس يا دوب بنحرك رجلينا، احنا جسمنا كله بيتحرك. من اول رجلينا من هنا، الجسم كله بيتحرك، والوسط كل حاجه، كل عضلات الجسم من تحت خالص، ودراعات لغاية وظهر، فوق. كل حاجه. يعني هو السبيد بيشغل معظم عضلات الجسم. معظم عضلات الجسم، هايل جدا. وبتتحمل كلها على الظهر. طب الظهر بقى من كتر ما انتوا عاملين كده، دي ما بتأثرش على فقرات الظهر مثلا؟ بتتعب الظهر؟ لا، ما هي يعتبر ولا هي ليها وقفه معينه عشان كده ما تأثرش؟ وقفه هي مش هتبقى واقف مقدم طبعا، لازم وقفه معدوله. وطبعا احنا بنعمل تمارين لتليين الفقره عشان ما تشدش وما تتعبش من كتر التانية في دي. الاول وكده وبنسخن، فبنبقى مستعدين للنزله دي. تمام. قولي لي أسوأ حاجه في اي رياضه الاصابه؟ أسوأ مكان ولا أسوأ حاجه في اي رياضه هي الاصابه. اتصبتي قبل كده في اللعبه دي؟ بيبقى مش زحلقه، تهيألي ده الكومن او اكتر اصابات بتيجي بتبقى مش زحلقه ولا ايه؟ بتبقى معظمها من الارض. ارض. لو واحد مش متدرب كويس. كامب بتحصل في نص السباق. سوا حاجات زي كده يعني. بس تهيألي ما حدش فيكم يقدر ينزل بطوله او تمرين غير وهو لابس السيفتي بتاعه، صح؟ بتبقى على العالم كله، ما ينفعش حد ينزل من غير الهلمت. هي اهم حاجه الهلمت والجلافز تهيألي عشان برضو الاحتكاك بالارض. بالظبط. تعرفي حد في العالم مميز، يعني اللعيبه المميزين في السبيد؟ في بارت سوينجز الماني، فيليكس، سكوت، ناس كتيره قوي. التارجت بتاعك ايه في اللعبه دي؟ محدده ايه هدفك؟ نفسي ان هم خلاص ياخدوا قرار ان هم يدخلوها في الاولمبياد، واطلع ان شاء الله في 2020 يعني. ان شاء الله. ان شاء الله ده التارجت بتاعي، او نفسي الف بيها العالم. ان انا مش عايزه اروح افريقيا بس، عايزه اروح حتت اليوروب عامه، اوروبا كلها يعني. عايزه اروح ارجنتين، عايزه اروح حتت او عند امريكا عامه كده يعني. هم مميزين جدا برضو في اللعبه دي تهيألي، صح؟ هي دايما يعني هو الاوروبيين هم والكوريين برضو مميزين. الكوريين شطار جدا، والصين ابطال عالم. هم الصينيين اصلا ابطال عالم في كل حاجه، كل حاجه يعني فيها سرعه او حركات هم. احنا لو عندنا نفس امكانياتهم ونفس الارض ممكن نقطعهم يعني، مش عشان الصين بتكسب في كل حاجه. بس احنا بس محتاجين الاتحاد يبقى مهتم شويه يعملوا لنا ارض مخصصه زي ما عاملين بره. هي اللعبه دي محتاجه اهتمام، هي لعبه مهمه، هي ناس مستقله بيها. بس هي لعبه مهمه بره مصر وفي العالم جداً. كله ليها اهتمامها يعني وبيهتموا بيها. خليني اتكلم معاكي بقى، احنا كنت لسه بتتكلمي على الارض. اكيد الارض عليها عامل والسكيت عليه عامل. في انواع من السكيت اللي بتعملوا بيه سبيد؟ طبعا. في طبعا الصغيرين بيبداوا الاول بفتنس، بتبقى البوت اطول شويه وبتبقى متبطنه اكتر، ما بتبقاش كربون فايبر. دي عشان البروتكشن اللي هم لسه بادئين، بتحميهم وكده الاول عشان تقوي رجليهم، تبقى ماسكه رجليهم اكتر، يبقوا تبقى حته سيفتي وتعود اكتر على البوت، بتبقى ماسكه في الرجل اكتر، ما بتتحركش زي ما احنا بنحركها كده. دي بعد ما بيخلصها قوي بيبقى فيها فرامل دي بتتشال عشان يبدا يخش في عمليه الكروس، اللي هو لو دخل سباق دايره مش ستريت لاين. تمام. دي الاول بيشيل، يعني بعد كده بيشيل فرامل. اول ما بيبتدي بيجيب سيمي ريس. السيمي ريس ده بيبقى نفس فكره الريس بالظبط،
لا كربون فايبر ونص فايبر، يعني بيبقى كله متبطن. الكربون فايبر عشان يبقى وزنه خفيف تهيألي. وزنه خفيف وياخد شكل الرجل. تمام. مع السخونيه وكده والفتره بياخد شكل الرجل. بس وبعد كده بعد ما بيخلص السيمي ريس ده يبتدي بقى يستخدم ريس كل ده، عشان احنا بنغير شكل الجزمه عشان يعني رجله تقوى. ما ينفعش حد يبدا خالص بريس لان رجله تبقى ضعيفه، واي هزه في الارض اي حفره اي حاجه ممكن يعني لا قدر الله يحصل له حاجه او يقع، ما يبقاش ملك السكيت قوي زي ما، لان في الفتنس او حتى هتلاقي معظم الناس اللي بتلعب فري ستايل اللي هم بحركات وكده البوت بتاعتهم طويله وكده بيبقوا مالكين اكتر. لكن ده ما بيبقاش مملوك اكتر، فلازم عضلات رجلك تبقى قويه. انت قلتي لي في الريس الستريت وفي دي الارض. في كذا نوع ارض. في اسفلت ده اللي هو بره السباقات عامه. في اندور ده بيبقى زي مقفول، والارض بتبقى باركيه. دي بتبقى السباقات دي دايما يعني معظمها الاندور دي بتبقى في امريكا. تمام. يعني بيهتموا بالبطولات دي اكتر. في الاندور بيبقى ليها عجل معين، بيبقى سمك معين وكده. لسه مكملين كلامنا معاكم عن الان لاين سبيد سكيت، ومعايا دلوقتي محمد هاني. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. محمد انت بقالك 9 سنين بتلعب سبيد صح؟ قول لي الموضوع ابتدى معاك ازاي، و9 سنين كملت في السبيد، وهل البدايه كانت سبيد برضو؟ البدايه كانت سبيد. انا كنت بشوف ناس بتتمرن هنا في النادي. بعد كده عجبتني اللعبه، اشتريت سكيت وبدات اتمرن معاهم. في الاول كنت في المدارس، بعد كده كنت ماشي كويس مرحله في مرحله، دخلت الفريق. بعد كده وصلت بقى ان انا بقيت لعيب بروفيشنال دلوقتي، ودخلت بطولات. الاول دلوقتي انا اول جمهوريه تحت 17 سنه. ما شاء الله، اول جمهوريه تحت 17 سنه، واكيد ده بمجهود برضو، ده ما جاش كده اهو من الهوا يعني. كلمني بتتمرنوا ازاي؟ بيبقى تمرينكم عباره عن ايه؟ يعني في تمارين بتبقى فتنس، في تمارين بتبقى بالسكيت تكنيك بقى، وفي تمارين بقى بنتمرن فيها على الستارتات والفينش والحاجات اللي هي المهارات يعني بتاعت اللعبه وكده. من اصعب المنافسات ايه او البطولات اللي بتبقى جوه مصر هنا؟ انا اصعب حاجه لعبتها كانت ال 500 وال1000. 500 متر و1000 متر. عملت فيهم تايم قد ايه؟ لا انا مش فاكر تايم. بس المفروض الافرج اللي الواحد يعمله ايه يعني؟ بالتارجت دايما ايه؟ 200 متر. انا سكوري في 200 متر 20 ثانيه. 20 ثانيه. تمام. وفي 100 متر 10. هي بتبقى بالريت ده. هي كل 100 متر تقريبا 10 ثواني. قول لي بقى بتوفق ازاي ما بين التمرين والدراسه والحاجات كلها؟ يعني انا المفروض الواجبات بيبقى كل يوم عندي واجبات ومذاكره وكده. بروح البيت بخلص الحاجه اللي ورايا، بعد كده بفضي نفسي للتمرين. لو ما خلصتش الحاجات بتاعت المدرسه باجي التمرين، وبعد ما اخلص التمرين بروح اخلص واجباتي والحاجات اللي ورايا. بس بعرف انظم وقتي يعني. ايه العائد الايجابي اللي رجع عليك يعني لما لعبت اللعبه دي؟ حسيت بايه اللي فرق معاك؟ لا فرق في حاجات كتير. يعني احنا بنتكلم عشان الناس اللي بتشوفنا وحابين يلعبوا الرياضه دي يبقوا عارفين ايه اللي ممكن يعود عليهم ايجابيا على صحتهم على تفكيرهم. هي اللعبه ممتعه جدا وحلوه جدا، وبطولاتها كتير، هي حاجه ممتعه، اللعبه ممتعه يعني ومسليه. تمام محمد، يعني جود لك ان شاء الله على طول، وتبقى اول كمان بعد ال17. يعني انت دلوقتي اول تحت ال17، فوق ال17 تبقى اول برضه. ميرسي يا محمد، نورتني.
سارة هاني هي من اصغر اللعيبه اللي بنشوفها النهارده وهي بتلعب سكيت، سبيد سكيت، من تحت سن 9 سنين بنات. ازيك يا سارة؟ ازيك؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. كنت مبسوط قوي النهارده يا سارة وانا شايفك بتلعبي بالسكيت وبتلعبي سبيد، لان انا ما شفتش ناس صغيرين كتير بيلعبوا اللعبه دي، مع ان انت مش صغيره يعني. بس قولي لي بقالك قد ايه بتلعبي السبيد سكيت؟ وانا عندي تهيألي 4 سنين 3 سنين 4 سنين 3 سنين 4 سنين. وانت دلوقتي عندك كام سنه؟ 9. 9 يعني بقالك بتاع 4 سنين مثلا دلوقتي او 5 سنين بتلعبي، صح؟ دي حاجه حلوه قوي. قولي لي ليه حبيتي، يعني ليه لما ما لعبتيش سنه وبطلتي او 2 وبطلتي، ليه كملتي ال4 سنين دول؟ عشان انا بحب السكيت قوي. انت اول مره شفتيه فين؟ كان على التلفزيون ولا في النادي ولا؟ لا، في النادي. في النادي. اخواتي كانوا بيتمرنوا فانا كنت عايزه اتمرن. ايوه بقى كده انا وصلت للسر اهو. اخواتك هم كمان بيلعبوا. تمام. قولي لي بقى دخلتي بطولات ولا ايه؟ اه. طب عملتي ايه في البطوله؟ انا ساعات كنت بسبق ساعات ايوه ما هي الرياضه كده يعني يا ساره، يعني مره بنكسب ومره بنخسر بس بنتعلم، صح؟ اه. تمام. Just for this lifetime, you can be my pastime. Here are the rules of our play. In it together till I know you better. Darling, darling, now what do you say? Why does it feel so good? بينار رامي من اللعيبه اللي بيلعبوا تحت سن 9 سنين بنات. ازيك يا بينار؟ كويس. ايه اخبارك؟ كويسه. كله تمام؟ اه. الحمد لله. قولي لي يا بينار بقالك قد ايه بتلعبي سبيد؟ 4 سنين. 4 سنين. حلو. قولي لي بقى في ال4 سنين حبيتي السبيد ليه؟ عشان انا بحب السرعه، يعني بحب اكون سريعه. قولي لي بقى، بس اكيد وانت بتلعبي بتبقي لابسه الكيت بتاعتك، بتبقى لابسه الهلمت عشان لو وقعت ما دماغي ما تتفتحش. اشمعنى اخترتي السبيد؟ عشان انا بحب السرعه وانبسطت فيه يعني. شفتيها في النادي ولا شفتيها على في التلفزيون؟ النادي مره وانا عندي 4 سنين، رحت لقيت ناس في الملعب بيتمرنوا فعجبني. ما خفتيش من الاول بقى اللي انت تقعي مثلا، اللي انت ما تعرفيش تلعبي سكيت؟ لا، ما كنتش خايفه انا، بس كنت بقع. انا تهيالي اللي ما بيقعش ما بيتعلمش، ولا انت ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني تهيالي لو كنت في الاول بتعلمي حركه جديده كنت بتقعي، وكده كنت تعرفي ان انت لسه دي حاجه جديده، لما اتعلمتيها خلاص ما بقيتيش تقعي. صح؟ قولي لي بقى دخلتي بطولات ولا ايه؟ دخلت بطولات. بطولات ايه بقى؟ بطولة القاهرة يعني بطولات كتير. حلو قوي. القاهرة بقى عملت فيها ايه؟ هي لسه المرة اللي فاتت كنت جبت فيها 5. حلو برضو، يعني لان اللي انت بتخشي البطولة وبتعملي مركز. كان ايه اصعب حاجة بقى في السبيد؟ السبيد ان احنا ممكن نتزحلق، يعني لو في يعني الرمل بيزحلق وفي ارض معينه بتزحلق، يعني في حاجات بتزحلق، لكن الباقي كله كان سهل. قولي لي بقى، تقولي ايه لاصحابك عن اللعبه اللي انت بتلعبيها؟ بفضل بقول لهم ان انا بلعب في يعني يعني لما بنجري برجلينا مثلا بنعمل سباق بنلعب، انا بسبق يعني ساعات. قولي لي بقى، بتعرفي تستخدمي الانواع التانية من الباتيناج؟ بس في الاول بنكون خايفين نقع كلنا. بيبقى لسه في خوف، حته خوف كده، محدش عارف يعمل بالانس. عشان مثلا مقاس الرجل بقى اكبر والعجل مثلا بقى مقاسه. قولي لي بقى، بتختاري السكيت بتاعك؟ هو المفروض المقاسات انا بشوف الالوان اللي عندها وبختار اللون. طب وانت ايه بقى بتحبي الوان ايه بقى؟ مره كان يعني بحب الاخضر، كان عندي بينك وبحب الموف. صحابك بقى عارفين اللعبه بتاعتك اساسا؟ عارفين السكيت يعني لما تقول لهم؟ كلهم عارفين اللعبه بتاعتي. في نصهم بيعرفوا يلعبوها بس مش بيعرفوا يجروا بسرعه، بيقولوا لي بيعرفوا يمشوا بس.
طب كده برضو بقى بتعرفي تعملي سكيت على التلج بقى؟ على التلج بعرف من غير ما امسك حاجه، بس ممكن اتزحلق يعني اتزحلق بسرعه. If you would stay with me, I need to know. مختار توحيد بيلعب تحت 17 سنه نادي الزهور. ازيك يا مختار؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ الحمد لله. ايه الدنيا؟ ايه الطول ده؟ ايه كل حاجه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. قول لي اخبار السبيد سكيت معاك ايه؟ من احسن اللعب اللي لعبتها يعني. انت لعبت رياضات تانية؟ لعبت كتير. لعبت ايه وليه استقريت على السبيد؟ انا عشان لعبه يعني، انا لعبت حاجات كتير، كوره ولعبت فولي ولعبت باسكت ولعبت حاجات كده. بس استقريت في دي يعني، مش لعبه اي حد مش هيبقى مميز فيها يعني. صعب ان حد يبقى مميز فيها. قول لي بتعتمد على ايه السبيد؟ يعني شفت ايه اللي فرق معاك في السبيد؟ يعني ايه اللي اهلك ان انت تبقى من لعيبه السبيد؟ هو مبدئيا انت لازم تربي عضلات رجل والقطنيه ويبقى عندك نفس، دي اهم حاجه في السكيت يعني. النفس بيفرق في السبيد. طبعا. الموضوع كان صعب في اوله ولا انت بقالك قد ايه بتلعب؟ انا بقالي 4 سنين. 4 سنين هايل. كان صعب بقى الموضوع في اوله ولا ايه؟ يعني هو بيبقى مستحب ان انت تلعب من وانت صغير. فانت تلعب وانت كبير واحده واحده بقى وبتيجي. بس اتس نيفر ليت يعني، عمر ما بيبقى في حاجه متاخر يعني. تمام. يعني اكيد انت دخلت بطولات وايه اخبار البطولات؟ المنافسات بتبقى صعبه ولا ايه؟ طبعا. في منافسين يعني في دجله والشمس اقوياء. في منافسين ودجله والشمس اقوياء. بس الحمد لله يعني بنقدر. تمام. قول لي اصلا مستوى اللعيبه المصريين من بره ايه؟ اخبارنا ايه؟ هو كافريقيا في امن، انما دولي يعني مفيش. طب صعب. محتاجين ايه؟ بص اصل انا ما بقتنعش في حته مفيش دي. مفيش امكانيات. مفيش امكانيات. هو ده اللي انا عايز اعرفه. انا بتكلم محتاجين يعني ايه عشان نوصل؟ لو اتمرنا نفس تمارينهم وبنفس الاجهزه اللي هم بيتمرنوا بيها نبقى احسن بكتير طبعا. انما يعني افريقيا برضو زينا شويه، ففي يعني امكانيه ان احنا نوصل. قول لي بقى تشتغل على نفسك على ايه قبل البطولات؟ لما تبقى داخل بطوله داخل منافسه بشتغل تحمل على النفس، مثلا لو بطوله كبيره 1500 نفس بقى ورجلين وقطنيه. اكبر مسافه او اكبر بطوله كانت ايه مسافتها؟ 1000. 1000 دي اللي هي تعتبر كيلو يعني؟ كيلو. لا مسافه برضو كبيره يعني مش صغيره. طب انا عشان ما جربتش اللي انا يعني انزل بسبيد، بس جربت اللي انا اجري كيلو. هي نفس المجهود ولا اكتر؟ لا اكتر. انت بتقرص على نفسك في دي اكتر كمان، لان انت ليك منافسين وليك كذا وكذا وكذا. فبتبقى مجهود كبير وبتاخد وقت. يعني بالنسبه لي اجري على رجلي اسهل. الجري على الرجل اسهل من الجري بالسكيت او السبيد سكيت. يعني انت شايفني عشان بجري بسرعه وبتاع، لا ده ما فيش مجهود قوي يعني. انا عن نفسي انا فعلا لما كنت شايف وانتوا بتتمرنوا من شويه حسيت ان الموضوع ما فيهوش مجهود قوي. تعالى البس انت بقى مش هتعرف تقف. لا يا باشا انا زي الفل. قول لي كلمني عن الكات بتاعتكم، بتلبسوا ايه؟ ايه الحاجات اللي بتلبسوها؟ هو كسيفتي يعني الجلافز والهلمت والسوت والسكيت بس. تمام. قول لي بيبقى ليك وقفه معينه عشان الدايناميك بتاع الهواء؟ هو انت بتبقى تاني ظهرك كده نازل كده وايدك شغاله كده مش للجنب عشان تبقى تخترق الهواء يعني. عشان الداينامكس بتاعت الهواء وتبقى يعني مفيش احتكاك جامد مع الهواء. كلمني شويه عن القوانين بقى وازاي يعني كلمني اكتر عن القوانين. قوانين مش كتير يعني انت مثلا عندك قانون في الستارت مثلا ان انت لو طلعت قبل الصفاره مثلا يرجعك مثلا ليك 3 مرات، وبعدين ممكن يلغي لك السباق لو انت اللي غلطان. بس في نص السباق بقى ما ينفعش تزق مثلا حد بيجري معاك بتاع كده. بس في خطه في اللعبه دي؟ خطه يعني زي ايه؟ يعني ممكن تبقى داخل منافسه حاطط خطه لنفسك وانت بتلعب؟ يعني في ال1000 متر مثلا في ناس بتبدا على مهلها خالص وتيجي في الاخر تلاقيها هي اول ناس. في ناس بتبدا زي ما هي بتخلص زي ما هي. في ناس بتبدا جامد جدا ما بتوصلش اصلا. فاهمني؟ يعني هي مساله تحمل يعني الموضوع برضه فيه تفكير برضه. طبعا يعني مش مجرد عضلات ونفس. وتعرف بقى تشغل رجلك بسرعه امتى ودبل بوش امتى دبل بوش دي اللي هي يعني اللي هي بتحرك رجلك بس بمزاج كده بقى. احب فيك المزاج. قول لي ناوي تكمل لحد ايه وعايز تعمل ايه؟ ان شاء الله نشارك في بطوله العالم اللي جايه. ان شاء الله.
ومفيش اخبار ان انت حاجات لاختيارات المنتخب؟ لسه المنتخب لسه فاضله كام شهر ويتعمل اهوت، وان شاء الله نكون في التصفيات يعني. Let's make a long, long story short. Don't make me spy on you. This is your last chance. Just to make a long story short. You're up against the wall. Your very last chance. Just to make a long, long story short. Long, long story short. This is a long story short. This is a long, long story short. دايما كلمه السر ورا اي تيم بيبقى المدرب، والمدربه اللي معايا هي كابتن هدى خطاب، مدربه السبيد سكيت في نادي الزهور للبيجنرز وللفيرست تيم. تمام. ازيك يا كابتن؟ زي حضرتك؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله زي الفل. يعني عايز اقول لك حاجه، انا مبسوط من الاداء اللي شفته النهارده من اللعيبه بتوعك، وحاسس ان في مجهود كبير جدا مبذول. احكي لي شويه بقى عن الموضوع ده، يعني واحكي لي شويه عن نفسك، اكيد انت من هواة السكيت برضو يعني. ده حقيقي، يعني لسه بلعب على المدربه وبرضه لسه بلعب في منتخب. طيب يبقى معانا المدربه واللاعيبه. مظبوط، بلعب سن عمومي. أها. عندي 22 سنه. لسه بدرس في الجامعه، بس ده اخر سنه ليا، فبدرب سايد باي سايد مع الدراسه. تمام. التمرين بمرن بيجنرز اللي هم لسه مبتدئين خالص، والفيرست تيم اللي هو اللي شفتوهم النهارده محترفين. كل السنين من اول تحت 9 سنين لحد سن 19 سنه وعمومي. بس قولي لي احسن سن لبدايه السبيد سكيت ايه؟ بيبقى احسن طبعا دايما اي رياضه تلعبها من وانت صغير، لان بيبقى لسه الجسم سهل ان هو يبقى فلكسبل، والعضلات لسه بتبقى فريش، يعني سهل ان انت تلعب بالدنيا كلها وهم لسه صغيرين. فيعني احسن سن عندنا ممكن احنا بناخد من اول 3 سنين، بس السن الممتاز يعني بيبقى اللي هو تحت سن 7 سنين. تحت سن ال7 سنين. تمام. قولي لي بيبقى التعامل شويه مع الاطفال صعب ولا ممتع ولا بيبقى عامل ازاي؟ صعب طبعا، لان احنا واخدين الموضوع جد. بالذات في الفريق الفيرست تيم يعني واخدين الموضوع جد، فبيبقى ساعات بيبقى صعب، لان دايما الصغيرين مش عندهم قابليه قوي لان هم يسمعوا التعليمات. بس بيبقى طبعا التعامل مع الصغيرين مختلف تماما عن التعامل مع الكبار، خصوصا ان انا سني صغير قريب من سن الفيرست تيم. مختلف شويه، يعني ده الصغيرين بيبقوا دايما عايزين هزار وكده، بس بنتصرف يعني. ودي تهيألي حته لازم تبقى ملكه عند المدرب اللي هو يعرف يتعامل مع الاطفال الصغيرين لو هيدربهم. تمام. خلينا بقى نعدي من الصغار للاكبر منهم بقى، يعني اكيد برضو الصغار ليهم تمرين وليهم حاجات، والكبار بقى الفيرست تيم ليهم حاجه تانية. بتمرنيهم على ايه او بتستعدوا ازاي للبطولات؟ اوكي، هو مبدئيا اللعبه بتاعتنا السبيد معتمده على السرعه والقوه وقوه التحمل. فبنتمرن الثلاث حاجات دي سواء بالسكيت او من غيره. تمام. فلو عملنا تمرين كله فتنس بيبقى بنركز على الثلاث حاجات دي، حاجات فيها سرعه، قوه تحمل، وعضلات، قوه عضليه. فمثلا لو دخلنا الجيم بنلعب ليج، بنلعب رجلين، بنلعب تمرين رجل كتير. لو لعبنا من غير جيم بنلعب برضو، بنشغل الرجلين كتير، بنشغل النفس كتير، بنشغل السرعه، بنجري سبرنتنج كتير. فبالسكيت بقى بيبقى لو هنجري مسافات طويله، لو بنستعد البطوله ان هي تبقى مسافات طويله بنبدا نجري مسافات طويله، لو بنستعد البطوله مسافات قصيره بنبدا نتمرن بالسكيت مسافات قصيره. تمام. وهكذا. تمام. كل بطوله بيبقى ليها سكيت ولا هو السكيت ثابت بتاع اللعيب؟ السكيت ثابت، بس في لعيبه بيحبوا يغيروا العجل. انا شخصيا بحب ادرب سكيت او بعجل والعب بسكيت تاني. بخلي سكيت معين ان هو يبقى المسافات الطويله، يستحمل المسافات الطويله من غير ما اقعد اربطه كل شويه او كده. في سكيت تاني بلعب بيه مسافات قصيره يعني، بس معظم الناس بتلعب بسكيت واحد. التارجت تايم دايما بيبقى ايه في المسافات المختلفه؟ 100 متر مثلا دي اقصر مسافه عندنا، هي بتبقى حوالي ما بين 8 ثواني لحد 11 ثانيه، يعني على حسب قوه اللاعب وسنه. 200 متر بتبقى من 19 ثانيه لحد 22 ثانيه. وهكذا بقى بنلعب 300 متر و500 متر و1000 و3000، ومسافات بقى اعلى زي الماراثونز بتاعت 15 كيلو 21 كيلو 42 كيلو وهكذا. انت اكبر مسافه انت شاركتي فيها كانت ايه؟ جوه مصر. جوه او بره؟ انا ما اعرفش انت طلعتي بطولات بره مصر؟ طلعت بطوله كينيا في 2013. وان شاء الله يعني وداخلين منتخب، كل سنه بندخل منتخب، بس في مشاكل طبعا في السفر شويه، بس
فبقى اطول مسافه لعبتها أطول كانت مسافة. كانت 3000 كيلو في مصر. بره مصر كانت 15 كيلو. ده اللي هو الماراثون؟ ده مجهد قوي ال 15 كيلو. ده حقيقي. ده ممكن ياخد تايم قد ايه ال 15 كيلو؟ حوالي تلت ساعة، يعني مش فاكرة بالظبط الوقت بس كان حوالي يعني افريج يعني تلت ساعة مثلا أو يمكن أقل، مش فاكرة بس الوقت بالظبط ده. وده بيبقى ليه أكيد استعدادات تانية خالص بقى، يعني ده حقيقي. هو النفس بيبقى حاجة تانية تماما بالظبط. يعني هي ال 100 متر مثلا اللي هي أقصر مسافة عندنا بتبقى أنت بتطلع بأقصى قوة عندك وأسرع حاجة وخلاص. لكن المسافات الأطول اللي هي بتبتدي من 1000 متر دي تعتبر مسافة طويلة لحد بقى الأعلى من كده 15 وال 42 وهكذا. دي بتبقى بنقسمها مسافات. بتبتدي ان انت بيبقى بس التكنيك هو المظبوط، وبتبتدي بقى تسرع مع تقسمها كيلوهات كيلومترات، وبعديها كذا كل مسافه ليها حاجه معينه او ليه فكر معين. بتسرع في الاخر، بتسرع في الاول، في النص بتظبط نفسك وكده يعني. عشان كده اللعبه دي برضو بيخش جنب القوه العضليه والنفس التفكير. بالظبط. يعني التفكير ليه دور في الموضوع. لازم الواحد يكون كلير خالص، مخه كلير خالص عشان يعرف يلعب كويس. طيب مصر محتاجه ايه في السبيد سكيت، في السرعه؟ محتاجين ايه عشان نقدر نلحق الناس بتاع اوروبا؟ احنا اوريدي عندنا مدربين ممتازين في نوادي كتيره جدا. تمام. وعندنا منتخب قوي جدا بيلعب كل سنه. بس عايزين سبورت من الحكومه. لان مش بيجي لنا اي فند واحنا مسافرين، كل حاجه احنا بندفعها starting from transportation لحد كل حاجه طبعا يعني كل ده كل حاجه على حسابنا. طيب كابتن قولي لي محتاجين ايه عشان مصر تحصل اوروبا ونوصل ليهم؟ هو احنا اوريدي عندنا مديرين فنيين ومديرين ممتازين بيلعبوا باقصى قوه عندنا يعني. بس محتاجين سبورت اكتر من الحكومه. يعني احنا بنطلع البطولات الدوليه على حسابنا احنا شخصيا، فمحتاجين سبورت اكتر، فند اكتر. يعني بتسافروا على حسابكم؟ بنسافر على حسابنا الشخصي. وما بتقعدوا هناك بتقعدوا على حسابكم؟ على حسابنا، السفر والاقامه والفيز بتاعت البطوله وكل حاجه على حسابنا. انتوا ابطال على فكره، بعيدا عن كمان ابطال في الرياضه، انتوا ابطال اللي انتوا بتلعبوا رياضه وبتصرفوا عليها. بمناسبه الصرف في الرياضه دي مكلفه؟ بعيدا بقى عن حته السفر في البطولات ككيت بتاعتها. يعني هو السكيتس بتبتدي من 800 جنيه، حوالي 800 جنيه، حاجات اقل شويه، بس 800 جنيه ده السعر المعقول الافرج. في حاجات بتوصل لحد 12,000. وفي محلات كتيره في مصر بتوفر الكلام دوت من غير ذكر اساميهم. محلات معقوله، في محلات. تمام. قولي لي بقى، عايز اتكلم معاكي شويه عن البطولات والمنافسات والكلام ده. هي الولاد بيلعبوا مع البنات ولا الولاد بيلعبوا لوحدهم والبنات بيلعبوا لوحدهم؟ هي البطولات كلها بتتقسم اعمار سنيه. ده واحد بالاعمار السنيه بالظبط، وبعد كده الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم. 2 التقسيمه على حسب الجندر او الولد او بنت. بالظبط. فلو مثلا بنبدا تحت سن 7 سنين، 7 9 11 13 15 لحد سن عمومي، الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم في كل النوادي المختلفه. والبطولات بتبقى عباره عن سبرنتنج، وفي وقت هو الفيصل اللي بيحدد مين المركز الاول لحد المركز الاخير. فمش 2 بيطلعوا سباق مع بعض وخلاص، لا، هو كل مثلا تحت سن 7 سنين ولاد هيتنافسوا على وقت معين. بس بيبقى ممكن الجزء من الثانيه يفرق طبعا في طبعا الجزء من الثانيه ده ممكن يخرج حد من البطوله خالص، وممكن يخليه الاول. احسن ريكورد عملتيه فين وكان ايه؟ احسن ريكورد عملته كان في 200 متر، كان 20 ثانيه. هاي عايزه توصلي لحد فين بقى؟ يعني انت بتلعبي وبتدربي ومهتمه بالموضوع، عايزه توصلي لحد فين؟ عايزه ان شاء الله امرن المنتخب ان شاء الله، واكون بلعب فيه برضه ان شاء الله. وعايزه اسافر بطوله العالم ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن نورتيني ومبسوط ان انا كنت معاكم النهارده. شكرا. ميرسي ليكي. Tonight, you
استاذ علاء زكي رئيس اللجنه النقابيه بشركه ابيسكو. حدث محترم، حدث راقي جدا انك تقدم النهارده في اليوم ده حاجه حلوه للاطفال دي تساعدهم عن طريق مجهود بسيط. والله الحمد لله احنا متعودين كل سنه ان احنا بنحتفل بيوم اليتيم، وبنجيب اكتر من 800 طفل على مستوى الجمهوريه من جميع المحافظات، والنهارده هو يوم بنفتقد فيه اهم عضو في لجنه يوم اليتيم الاستاذ محمد يحيى سلام الله يرحمه، وهو اليوم باسمه، وطبعا مع مساعده كل الناس اللي بتساعدنا في اليوم ده، رئيس مجلس الاداره الاستاذ محمد مصطفى، والاستاذ مصطفى هلال رئيس لجنه يوم اليتيم ولجنه يوم اليتيم، والاستاذ طارق البدري، وطبعا الناس اللي شرفونا بقى الكابتن محمد عباس وكابتن وليد سليمان، وطبعا حضرتك كابتن احمد كوان. كلكم ناس محترمه، وكلكم جايين عشان تحتفلوا بالناس دي، مش عشان تحتفلوا بحاجه تانية، والحمد لله ان اليوم بيطلع بشكل جميل ومحترم يعني الحمد لله يعني. كلنا لازم موجودين نشارك، كل واحد في اي مكان، يعني انا موجود هنا، حد من زمايلي في اي مكان تاني، اي نجم من النجوم اللي بيروح بيفرح مع الاولاد الصغيرين دول. يعني انا وكافل اليتيم كهاتين وصاله السبابه والابهام. اعتقد ان دي حاجات كلها حاجات يعني بسيطه جدا بالنسبه لنا، ما بتاخدش من ايدينا حاجه. احنا النهارده ما عندناش حاجه لما نيجي ونشارك الاطفال الجمال دول اللزاز دول. واشكر النجم وليد سليمان نجم النادي الاهلي، وبشكر كل الناس اللي موجوده الرعايه والتنظيم. اعتقد ان دي حاجه من جوانا ومن قلبنا ومنك انت كمان ومن كل زملائك الموجودين. انا بشكركم لتواجدكم، وانا سعيد، ودايما يا رب كده يديني الصحه او يدينا طول العمر ان احنا دايما موجودين، ودايما نؤازر ونشارك الايتام يومهم. هو مش يوم واحد بس في السنه، المفروض في اي يوم في اي وقت في اي مكان نبقى كلنا معاهم، ونبقى دايما سند ليهم، ودايما ندعمهم الدعم المعنوي، ولو قدرنا في بعض الاوقات يبقى في دعم ترفيهي، دعم مادي، دعم من اي شكل تاني، نبقى معاهم اكيد. رسالتي الحب والترابط اللي انا شايفه في عيون الناس، ودي حاجه يعني دينيا رائعه. التسامح والحب يعمل معجزات ويحل مشاكل كتير قوي. النهارده احنا بقالنا 6 سنين كمان بنعمل الحفله دي من تبرع بموظفي شركه ابيسكو. كان معايا زميلي وحبيبي الله يرحمه محمد يحيى اللي اتعمل له تكريم النهارده وانت شفت، واحنا دايما كده ان شاء الله عايزين مصر كلها تجمع اطفالها، كان يتامى او كان اي حد، عشان احنا نحب بعض كلنا. وبشكركم والف شكر. طبعا دارين تقولي لبابا ايه النهارده؟ ربنا يخليك يا بابا وتفرح الاولاد اليتامى. احنا النهارده يوم من الايام الجميله اللي بنعملها كل سنه، وبنكرم فيه طبعا اسره فقدنا الراحل الاستاذ محمد يحيى، ربنا يسكنه الفردوس الاعلى. احنا كلنا طبعا اليوم دون من احلى الايام في السنه كلها، جايين طبعا عشان خاطر التكريم الخاص للاستاذ محمد. و يعني الايام دي من ضمن الايام اللي ما تتنسيش طبعا في تاريخ البشريه كلها طبعا، لان يوم انت بتكرم فيه اليتيم، يوم بتسعد اسره كامله، يوم بتقدم فيه حاجات كويسه لكل واحد فقد غالي وعزيز عليه. طبعا اشكر الناس كلها اللي حضرت، ونشكر طبعا القائمين على العمل وعلى رأسهم الراحل الاستاذ محمد يحيى، وكل الناس اللي حضرت وكل الجمعيات وكل واحد بيسعى للعمل الخير، لان هي دي الحاجه اللي احنا هناخدها في اخرتنا. احنا على مدار حوالي 6 سنين الحمد لله ربنا مقدرنا ان احنا دايما في نفس التوقيت بنحاول نجمع الناس دي كلها وتكون معانا، ونحاول ندخل عليها السعاده والبهجه، والحمد لله هو يوم حلو، وان شاء الله يتكرر كل سنه ان شاء الله. حاسس ان انا سعيد جدا ان الاولاد دول ولادي وولادنا كلنا، ولازم كل المؤسسات تعمل زينا، لان الحاجه دي بتجمع الناس مع بعضها وبتخلي الناس تحس ببعضها، وبتعمل فرحه للاطفال اللي هم اهم حاجه في حياتنا كلها يعني. ونبص للطفل دوت ان هو مش طفل يتيم، لا ده هو ابنك، هو ابن حد يهمك قوي، فكويس قوي انك انت تاخده في حضنك زي كده وتحسسه ان هو في وسط اسرته وان البلد عايشه وبتحبه. Every eye band, y'all.
فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. سألت واحد تعرف ايه عن الرياضة، قال لي الأهلي والزمالك ولا انت فاكرني هندي. هي ناس كتيرة فاكرة إن مفيش رياضة غيرها، واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم الفكرة. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر أو كنت زهقان مخنوق، شغال محرك طيارتك ويلا طير بشنور. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مسكت المايك قلت أقدم برنامج للرياضة، أثبت فيه إن في بلدنا مليون رياضة. لو سنك كان صغير أو كنت راجل عجوز، موتور باليه كروكي everybody can choose. أصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبره مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة بانت، ما أظن الفكرة وصلت مش زي ما كانت. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش ملاك القاهرة كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش.